السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل الثورة 350 ألف بطال، بعد الثورة 700 ألف بطال. 69% منهم عمرهم أقل من 30 سنة. من أصل 700 ألف بطال 150 عاطل خريج جامعات ومعاهد. 15 ألف دينار خسائر شركة النقل بتونس فقط. السياحة خسرت أكثر من 554 مليار دينار. قيمة العجز في السياحة فاتت 51%. تثبت فيها كل من حضر تجوال واعتصامات وبالأخص الاعتصامات متاع المطالبة، لأنه مع اعتصامات القصبة واعتصامات اعتصام القصبة، اعتصام المصير إلى آخره، مش القبة بالطبيعة، كانوا اعتصامات يعني نوعا ما توري وجه آخر لتونس، توري شباب مثقف، شباب متعلم يعرف كيفاش يطالب، شباب واعي. كذلك ساهمت فيها ظاهرة الحركة اللي صارت حديث العالم الكل كافة البريود. شعب هارب من بلاده وماهوش باش يجيه سياح يعني. هذه هي العقلية. المبادلات التجارية ما بين تونس ودول المغرب العربي تتراجع بنسبة 17 فاصل. بلغت 1713.7 مليون دينار، يعني ما قيمة 1278.8 مليون دينار. واللي كانت قبل الثورة، هذه يعني تعاملات ما بعد الثورة، وقبل الثورة كانت المعاملات في حدود 2086.1 مليون دينار. قيمة الصادرات التونسية نحو الدول المغربية بلغت في نهاية شهر مايو الماضي 1182.6 مليون دينار، يعني ما قيمة 882 مليون دينار فاصل، يعني كاك. مقابل شنو هذا متاع السنة، يعني بعد الثورة. اللي قبل الثورة وصلت، كانت يعني المعدل هو 1200.7 مليون دينار. به قيمة الواردات التونسية من الدول يعني اللي كنا نحكيو عليها، اللي هي دول المغرب العربي، هذه الواردات يعني شنو كنا نجيبوا نحن، كانت في سقف 531 مليون دينار. ترى اي مقابل يعني هذايا في السنة، ومقابل 878 مليون دينار قبل. يعني شنو صار تقلص نتاع الواردات، وهذا يأثر سلبا على قيمة المبادلات التجارية. به آه نزيف اقتصادي كبير في بلادنا، واللي قاعدين نشوفوا فيه اللي هو قاعد يقول للتضخم. به كل هذا ما يقدروا حتى حد، والناس ما زالت تزيد تطلب بالمنح متاع البطالة. أعطيكم اكزامبل بسيط. كان نجيو نعملوا حسيبة صغيرة، كل شخص ياخذ 200 دينار، نضربوهم في 170 ألف بطال اللي هما عفوا اي 170 ألف بطال، بنحطوها ما بين بطالة يعني عاطلين العمل، اللي هما عاطلين على العمل الخارجي، خريجي الجامعات اللي هم 150 ألف، وزيدهم 20 ألف بطال يعني بتاع مهن أخرين كما السياحة قاعدين ياخذوا إلى آخره. به نلقاو مبلغ 39 وراه 9 صفورة. هذه هي كل شهر الدولة تعطي 39 مليار. شوفوا انتم شنو تعملوا به، يعني شنو ينجم يعمل في تونس. هذا يعني بتاع المنح برك. باش الدولة، باش الحكومة تغطي العجز هذا، شنو يلزمها تعمل؟ اعطيكم اكزومبل. كيف كان انت يعني تيح معك فلوس، اول ما تعمل شو باش تعمل؟ تدور على جنباتك، تشوف امك، تشوف بوك الى اخره، تشوف يعني عيلتك. الحكومة التجأت لعيلتها اللي هي الدولة، اللي هي المواطنين. عملت غلت في الأسعار باش تغطي العجز هذا.
هذا باش يعمل حالة من التذمر، لكن هذاك حل، هذاك الموجود. وهذاك باش يعمل حالة احتقان في الشارع، هذا واضح. لكن كان جا فما انتاج وثم تصدير وثم عملية خذ وهات، فلوس قاعدة تدور في الدولة، الوضع يكون مستقر. وبقيمة المرابيح، لأن في أي تجارة كانت أو في أي تعاملات كانت فما مرابيح، وبقيمة المرابيح كل شيء باش يتيح، سواء نسبة البطالة، سواء غلاء الأسعار، سواء ما نعرفش أنا شهرية المواطن باش تزيد إلى آخره. كل هذا حاجة تجيب حاجة، حاجة مربوطة بحاجة. اليوم شنو قاعد يصير؟ مش قاعد يصير كل يوم قاعدين نعيشوا عملية تدمير اقتصادية بأتم معنى، تدمير اقتصادي بأتم معنى الكلمة، وفي كل الأصعدة في كل المجالات. لأن نحب نمثل مثل بسيط على الآخر اللي هو جسد متاع عبد. نحن بعد الثورة جروح بارتو في البدن ناتج عن اعتصامات، اعتصام معمل غاز، اعتصام مدري شنو، اعتصام عوان شركة النقل، اعتصام برشا اعتصامات. دمالة الفساد في البدن منتشرة، فساد إداري على كل المستويات، من المدير إلى العساس، الناس كل كم ورد. مواطن قاعد يزيد يغرق في الجروح بالوقفات الاحتجاجية وبالمطالبة، حتى كي كان وقف دقيقة ولا دقيقتين هو بكاك باش يوري حاجة أخرى للعالم. خاطر كي باش يعمل وقفة مثلا، نعطيك مثلا ناخذ اكزامبل الطيران، وقت ديوان الطيران يعمل لك اعتصام، ما نوصلوش الاعتصام يعمل دي بوند روج، وتسمع ويسمع به السائح البرة. هل مازال باش يجي؟ هل مازال باش يستعمل ولا باش ياخذ طيران تونسير؟ ها، هذا في صورة انه ما الغاش الرحلة تماما، انه ناوي يجي. تونسير ما يتعاملش معها، يتعامل مع نعرفش انا مع الايطالي، مانيش عارف انا شنو الشركات تاع الطيران اللي باش ياخذها، لكن مش باش ياخذ تونس، هذا اكيد طيران تونسي. قلنا المواطن يزيد. الطبيب المتوفر هو طبيب اجنبي، الطبيب اللي باش يجي يداوي هو اجنبي. الطبيب القطري قالوا له لا، والطبيب الامريكي قالوا له لا، الطبيب الصهيوني قلنا له لا، الفرنسي شطر بشطر موافقين عليه. اما كي يمشي السبس الجرون الجويد الناس كل ترفض. بيت العمليات باردة على الاخر، لا فما كالسيوم في البدن ولا ثم الحليب ولا مشتقاته، ثماش اليوم، لا زبدة لا حليب، لا غاز يدفي، لا شيء. مواطن مش يحتج، ومن حقه انه يحتج، لكن علاش باش تحتج؟ هل الحكومة هذه هي اللي جابت الفقر؟ هل الحكومة هذه هي اللي ورطت العباد؟ هل الحكومة هذه عملت 700 ألف بطال؟ هل الحكومة هذه هي اللي سرقت أموال الشعب؟ هل المواطن يلزم يحاسبها؟ هل المواطن كي يطالب في شكون يطالب؟ عريان يسلب في ميت؟ هذا هو المثل اللي ممكن يكون أعز مثل يتقال، أنه عريان يسلب في ميت. اليوم الثورة قمنا بها صحيح، وفسدنا على فساد، هو فساد لكن فسدناه نحن. والبني صعيب،
انت باش تبني دارك تحب لك بالله 12 عام 10 سنين، يا جوره معايا جوره وبار حديد واشري من غاديك بار حديد واشري شكاره سيمان واشري شويه سيكه الى اخره الى اخره واعمل جبس واعمل كذا ورنقشها. تحب لك اقل حاجه 12 عام وانت تبني. زعما اليوم تونس كامله مدمره باش تبنيها انت، وباش تبنيها عندك فلوس باش تبني انت، عندك فلوس باش تبني ويلزمك تبني، مجبور عليك انك باش تبني اليوم، ما عندك حتى خيار، يا باش تبني يا باش تعيش البر، يا باش تدخل في قانون الغاب. دولة ما عندهاش دستور، ما عندهاش فلوس، دولة منين تمسها الدم يفيع. شنو باش تعمل؟ نعمل اعتصام في مكثر ولا الكيف ولا سيدي بوزيد ولا قصرين ولا تمشي تحرق روحك؟ برا احرق روحك، يلا فازي، وانت خاسر في دنيتك تكمل تخسر في اخرتك. برا اقصد ربي، هاكا ايسونس تزيري ومش مشكله، حتى كان ما لقيتش ايسونس اي موتور تعرضك كبه واحرق روحك، ننصحكم، على خاطر باش تمشي للجنه ديريكت وباش يعيطولك شهيد دويو تعيا وانت تقبض. حكومه ما تنجمش تتدخل، يقول قائل علاش حكومه ما تنجمش تتدخل؟ علاش ما تبعث لهمش 10 ما نعرفش انا تيجر نوار ولا ستيام ولا جو سي با كوا، يعني ليكيبات اللي عندها قد شعر الراس، علاش ما تبعثولوش؟ تبعث الاعتصام كيما مكثر مسكرين كياس باندي انت مسكر كياس، تبعثهم لهم ما جاوش بالسياسه فلق الكاسي. لكن شكون باش تبعث هي لهنا؟ باش تبعث بوليسي؟ بوليسي مازال بعقليه بن علي، مازال كي تقول له حاول تهدي لو ماكسيموم، يا اول ما يدخل السلام عليكم باش تروح ولا ماكش مروح تاعك يضرب هكاك. مازال ما عندوش برودة اعصاب الحاكم نتاعنا باش تبعثهم له ويتفاوض الى اخره، وما جاوش بالسياسه يحاول يقع حلول جانبيه ويخلي حل الضرب هو الاخر. لا، حاكمنا يلتجأ للضرب هو ديريكت، لهنا ما تنجمش الحكومه تعاول عليه، وما تنجمش تستعمل العنف ومامتون على خاطر باش تتهموها بانها ما زالت عقليه نوفمبريه وما تبدل شيء وكالريق ذاك، وباش يبداو يعزفوا يعني المتواطئين على تونس على وتر ذاك. هو فما احزاب اليوم تمول في اعتصامات، واعتصام ب50 دينار نسمعوا فيه، واعتصام ب30 دينار، واعتصام في الفاك، واعتصام بالزلالط، وهذا كل ما نراوش ما توريوش الاعلام، خاطر الاعتصام ممول من اطراف اللي قاعده تمول في الاعلام. ما تجيش هي باش تضرب التمويل نتاعها في بالها انه الاحزاب هذيا كي باش تمول اعتصام هي باش تطيح الحكومه، وانه كي باش تطيح الحكومه هما باش يشدوا الحكومه. للاسف هما يعني هذيا ما نعرفش انا بهايم او باش يخموا، على خاطر بمجرد انه يمول اعتصام ولا ينصب اعتصام في الوقت الحرج هذايا هو قاعد يحط في اسمه وبجنبه يدور في الصفوره كي يحط في الصفوره صفوره صفوره صفوره، كل عمله يعملها يزيد صفر الى ان ولا صفرات يعني بالموا ما عادش بالبلوس، يعني ولا موا 50 موا 60 وواحد. دستور الى الان ما تكتبش فيه بسم الله الرحمن الرحيم، اكثرش من هك. اليوم عندنا قداش؟ عندنا 4 شهور 5 شهور نحن من الواحد تو ما كتبوا شيء. علاش؟ على خاطر المجلس التأسيسي شكون فيه؟ في ممثلين الشعب. ممثلين الشعب يقول لك خويا جيتي محروم، انا باش يموتوا عباد باش يموتوا. هما دستور تحكي لي عليه انت. الور لاش عملنا؟ لا وين من الشارع؟ لا عندنا شارع باش نرضيوه، لا عندنا فلوس باش نوكلوا الجواع، ولا عملنا قانون ينظم. شنو باش تعمل انت؟ واقف في رامبوان بايت في رامبوان، طرق الكل تغزر لها وما ثم حتى طريق عجبك. عباد اعطيني ناكل اخوي، يقول لك اعطيني ناكل اعطيني نشرب، وهذا حق.
هذا حقك انك تاكل. سبحان الله، عبد ولد يرى ولده مريض ولا جيعان ولا واحد ولا واكلوا البرد. يعني سيدنا عمر قال لك عجبا، يعني في عبد ما يستاهلش سيفه كرا ولده جيعان. هذا شنو باش يزيد كي باش تقعد انت هكا وباش تقعد تعمل اعتصامات؟ العباد خدمت، نسبة الجريمة باش تطلع في تونس، عباد كل كي باش تدورها ستالي وحرابش. العباد خدمت، قلنا العباد نسبة الجريمة والعباد كلات. دخلنا في قانون الغاب، اللي مروح بساشي يفك له صاحبه، واللي باش يفك باش تتفكلوا. هذه هي السياسة اللي ماشيين فيها. هل ترضونها انتم؟ الناس كل اليوم ولاو ثور جايه، والناس كل كي جابوا الثورة. ولا ثورة عملناها نحن. ها هي الثورة كما قال بسيكوان، تحبوا ثورة؟ ها هي الثورة. الثورة للأسف صارت في البراجات. هذيك هي عندي أنا الثورة يعني، وفاتها مع البراجات. خاطر العقلية اللي ريتها في البراجات مانيش نرى اليوم. عقلية التآخي والتسامح والصبر على البرد وعلى الهموم الجامدة وعلى الكرتوش وعلى المصيبة وعلى الموت، مانيش نرى فيه اليوم. تجمعين اليوم ولاو ثوار. شارع حبيب بورقيبة تراه اللي راه يحكي يقول لك انا جبت الثورة، نقعد باهت يعني. حتى جماعة دخلتوا البلاد في حيط وش اسمهم هذوكم السونتر دابيل ولاو ثوار، من اكبر زاد الثوار زاد، وما تحكيش معاهم جملة. بعد الثورة معناش دستور، وبعد الثورة عنا 700 بطال، 700 ألف بطال مش حتى 700. تحبوا تعملوا ثورة أخرى يا مقوشين؟ أوكي، أما حبكم تقولوا للعباد كي بشجاعة إنكم تعملوا ثورة أخرى باش تدخلوا البلاد في قانون الغاب، وإنهم باش يعليوا سقف البطالة من 700 ألف ل 3 ملايين. قولوها كي وأنا هاني معاكم، قولوها، كونوا شجعان، وقولوا بعد الثورة بنهار عنا مواطن شغل باش يخدموا 3 ملايين بطال. البيت هدم، وبناء المسكن الجديد يطلب مال وجهد ووقت، والصبر. أما اليوم لا ثم بناء، لا ثم مسكن جديد، لا ثم مال، لا ثم جهد، ولا ثم وقت يغصوروا فيه عام ولا عامين، وعام ولا عام و6 شهور. ورد بالكم يا عباد، راهو جايبوا لكم ديكتاتورية جديدة. سياسة الإنقاذ اللي تتبع فيها الحكومة ذي ما كمش راضيين بها. قطر تجيب لي 50,000 موطن شغل وتحط لي 500,000 ولا قد ايه 500 مليار ولا 500 مليون في الكونت متاعي. عباد ليه؟ عباد اخوي تخدم، تو الناس كل تخدم، لا مسلحاني بيه وما ثماش بطاله وما ثماش شيء. البارح حنقرت واحد، يعني حصلت واحد في شارع بيو برقيب، قلت له انت عريان، انت عريان طرزون، انت طرزون استر روحه، يعني طرزون استر روحه بطرف حشيش، انت ماكش مستور جمل، عريان قريان حفيان ياكل فيك البرد. جاء واحد عطاك سليب، باش ما نقولش حاجه اخرى اصغر من السليب هذيك، تلبسها ولا ما تلبسهاش؟ ليه؟ قال لي قطر ما هو ليه ما نلبسهاش، نقعد عريان. اقعد عريان، انا ما نحبش نقعد عريان، نحب نستر مستر الله على الاقل، حتى بزوز وراق حشيشنا نستر روحي. يوريك مخاخ، يوريك العباد اش قاعده تخمم، اش قاعده تكمبل. عباد كيك المومياء، عرفتك هكا اللي نتفرجوا عليها في شو اسمه فك اصدقاء صغار، هما كيك.
جايبينها لكم حلينكم حرب ما بين في على زوز جهات، يعني معروف زوز جهات هذه سنين، يعني القضايا الأساسية اللي قاعدين يبنيو فيها شنو هي؟ فقر، فقر وبطالة وحكومة عاملة. ثلاثة نقاط هذي. أول ما يبدأ يحكي معاهم بطالة، شيء يعوف يا خويا، وبطالة وشيء يفدد يا خويا، باش نعتصم خلي هدنة، هزوا يعتصم. حكومة عاملة وحكومة ما نعرفش عارف شنو، وقطر وإسرائيل وكل كا، وباش يعملوا لنا أجندا وقاعدة عسكرية شبيك باش يعملوها في بنزرت نتاع حلف الناتو، وقاعدة عسكرية نتاع أمريكا باش يحتلونا ومدري شنو. الآخر يمشي يعتصم. بطالة، شنو بطال خويا؟ يلزمك تختم. يمشي يعتصم. هذا هو اليسار اليوم فاش قاعد يعمل. في الأخير نقول لكم عاشت تونس والموت للخونة بالرسمي، وعاشت روح الشهداء باش تدفعنا، اللي باش تدفعنا للبناء وليس للتهديم. عاش الرجال والموت للعملاء، وعاشت تونس رغم كيد الحاقدين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولنا لقاء إن شاء الله في موعد آخر.